هنا والله عليها جا شم هنا، كان هنا طفل يلعب. الكلب على جا شم، كتقول الكلب كان هنا انديكا الكلب، هذيك انديكا لودر تاعو. كامل سمعتوا بقصص الطفل ريان اللي خرج من دارهم يوم الجمعة 8 مايو ما زادش رجع. ريان خوتي في عمره 13 سنة، يسكن في ولاية عين الدفلة، ويسكن بالضبط في حمام زيقة. واللي تعرفوا انه ريان كان عاقل ومتربي، وغير هو الطفل الوحيد عند والديه، وكانت حاجة فيه برك انه ريان يخاف من الظلمة بزاف، درجة انه اذا فاتت وظلامت عليه الحالة وهو مازال برا، كل ما يجيش باباه ولا عمه باش يطلعوا لدارهم محال انه يطلع. يعني ما كاش اللي يهضر معاه، ما خرجش خوف الطفل هذا. والطفل هذا طفل خواف، يخاف الظلمه، كي طيح الظلمه يخاف. انا نسكن هنا بعيد عليه بالك واحد قولي واحد 40 50 متر، هو يسكن هنا. كي يجي عندي للدار كي طيح الظلمه والله ما نطلعوش انايا والله ما طالعها. المهم خوتي، قبل ما تصرى الفاجعه تاع ريان اللي تعرفوا انه العمه تاعو كانت عندها التليفون، وريان كان ديما ينحي لها هذاك التليفون ويقعد يلعب به. تما هي قالت له نعطيك هذا التليفون تاعي بشرط انك تخدم في الاختبارات وتجيب معدل مليح. قال لي نطلع لي شاطر يا ما تجري لي تليفون. قلت له نعطي لك تليفوني يا ريان، يا ريان وراك ياك طالعه مع الدروج ونعيط يا ريان ونقول للناس عاوزوا في البلاكارات. وكيما كان الحال ريان قبل هذا الشرط وكان يخدم في الاختبارات وحط راسه مع القرايه، حتى وين وصل يوم الجمعه 8 مايو، وين العائله تاع ريان خرجوا مع بعضهم باش يقضيوا وقت في المزرعه تاعهم. يعني خوتي هي مش مزرعه كبيره، يعني قسم يغرسوا حق الاحتياجات تاعهم برك وصافي. وهذه شغل عندهم عاده، يعني كل يوم جمعه يروحوا باش يقضيوا وقت مع بعضهم في هذيك المزرعه. لا علينا خوتي، في هذاك النهار ريان حب انه يرجع للدار قبل العائله تاعو، وعلى هذه راح قال للام تاعو اعطيني المفتاح نرجع للدار ناكل ونرقد. وتم الساعه كانت تقريبا الساعتين تاع العشيه. المهم والام عطاتو المفتاح تاع الدار وريان رجع للدار. صح، ومين خلص هذاك النهار والام رجعت للدار. من وصلت للدار لقات انه الباب كان مقفول، وهي اصلا كانت موصيه ريان وقالت له باللي المفتاح تاع الدار خليه تحت الطابي. ومن شافت تحت الطابي اللي كان قدام الباب ما لقاتش المفتاح، وتما عرفت انه ريان محال انه يكون رجع للدار. لا علينا خوتي، وفي هذيك اللحظه بداو يحوسوا على ريان، وسيرتو في الكارتي تاعهم، يعني بداو يحوسوا في الاماكن اللي كانت قريبه لدارهم برك. والجيران تاعهم كان كل واحد يهضر هضره مختلفه، كاين اللي قالوا لهم انهم شافوه برا يدور ورا المغرب، وكاين اللي قالوا انهم شافوه وهو داخل للدار. المهم يا خوتي بقاو يحوسوا عليه في هذاك اليوم حتى وين ظلامت الدنيا. وكما قلت لكم انه كي تظلام الدنيا على ريان وهو مازال برا محال انه يرجع للدار. تم العائله تاعو عرفوا بانه ريان ما يكون غير مخطوف، وتما باينه راحوا خبروا السلطات الامنيه باش يحوسوا عليه، وكامل الناس سمعت بالقصه تاعو. وتخيلوا انهم فتشوا في البلاصه اللي كان ساكن فيها واللي هي حمام ريغا كامل وما لقاوهاش. المهم ولحد الان راهم مازالوا يحوسوا عليه، واخر حاجه لقاوها واللي هي الحذاء تاعو، وهذاك الحذاء لقاوه في الفيرما تاعو، يعني هذه الفيرما ترجع للعائله تاع ريان. وين هذاك الكلب شم الريحه تاع ريان داخل هذيك الفيرما، ومين دخلوا بقاو يفتشوا حتى لقاو هذاك الحذاء. ثاني اذا ما كتبنيش ربي راهم لقاو حاجه ثانيه مع الحذاء. السلام عليكم خوتنا. خوتنا دوكا قاعدين يحوسوا، لقاو الشورت هذا ما عملناش لا تاع ريان ولا لا. لقاو هذا 14. يعني خوتي ما تصدقوا حتى خبر تسمعوا حتى تاكدوا منه. هنا كاين بزاف ناس راه يدير في الشائعات ويقولوا باللي ريان لقاوه مقتول، ومن عندي انا خوتي هادو الناس ربي يهديهم. يعني كيف الام تاعو مسكينه محروق عليه في الدار وانت تقول عليه باللي لقاوه مقتول. وثاني كاين فئه كبيره من الناس ربطوا الخطف تاع ريان بالسحر والشعوذه، علاه ديما زعما في العواشر ولا كيما يقرب العيد نسمعوا بطفله ولا طفل تخطف. يعني خوتي هذا السؤال يبقى مطروح وبدون اجابه. بصح كاين ناس قالوا باللي في هذه الايام يديروا تجديد للسحر والعياذ بالله. المهم خوتي واقل حاجه نقدروا نديروها حنايا واللي هي الدعاء للاخ ريان، وان شاء الله يلقاوه ويرجع للدار بخير. المهم يا خوتي وهذا كان فيديو قصير، وما تنساوش البارطاج. ما تدريش خوتي بالك الدعاء تاعنا هذا يكون سبب بانهم يلقاو ريان بخير. وتهلاو في رواحكم خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد.